الكرة الشاطئية لعبة بتحتاج مجهود كبير، لياقة ومرونة، من الآخر بتحتاج لعيبة شباب. فكابتن حسام هتقدر عليها؟ كابتن حسام ما اكتفاش ان هو اخد هداف الدوري موسمين، لا ده راح لعب مع المنتخب ماتشين وديين ضد السعودية. أول ماتش جاب 4 تجوان وتاني ماتش جاب 3، يعني 7 تجوان في أول ماتشين ليه في الكرة الشاطئية. بعدها لعب بطولة أفريقيا ووصل النهائي ضد السنغال وخسروا في آخر دقيقة بعد ما كان المنتخب المصري متقدم. يا جدعان السنغال دي بطل قوي، أنا مش فاهم ليه بتكسبنا شباب وناشئين ومنتخب أول وكرة شاطئية كمان. هو في إيه يا عم، محدش قدك ولا إيه؟ طبعا على فكرة بقى حسام باولو احسن من ماني. ها، المهم باولو شايف ان هو لو عمل حاجه مع المنتخب الكره الشاطئيه هتعوضه عن حلمه في اللعب المنتخب مصر اللي ما كملش فيه كتير. وباولو وصل كاس عالم بالشباب دي. غير كده المنتخب ده اخد البطوله العربيه في السعوديه واخد بطوله وديه في المغرب، وكمان كسبنا ايطاليا 2-1. كابتن باولو حلمه انه يوصل مع المنتخب لبعيد وربنا يوفقه ان شاء الله. المهم في النهايه ربنا يحقق لك حلمك يا كابتن باولو، ونشوفك فيلم ممتاز قريب وتبطل فيه زي ما انت عاوز. لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. بالنسبه لي الكابتن حسام هو القدوه اللي المفروض نقتدي بيها بجد، اللي هيعلمك ما تسيبش حلمك مهما حصل، ولو مكتوب لك حاجه هتاخدها غصب عن عين اي حد. ولما تبص على قصه كفاح حسام باولو تستغرب وتقول يا اخي سبحان مغير الاحوال. قصه هتعرفك ان يمكن كل تاخيره فيها خيره، وان اكيد ربنا شايل لك الخير اللي بعدين. كن عندك يقين أن الله عز وجل يقدر لك خير أمورك. أي قدر هيجي لك هو أفضل حاجة ليك. ولو كشف عنك الستار وعرفت كل التايم لاينز اللي كان ممكن تحصل هتكتشف إن ده كان أفضل حاجة ممكن تحصل لك. ولو حصل لك غير كده هتفسد وتهلك. وبس كده يا صاحبي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب، وتخش تعمل لنا فولو على التيك توك، وقول لي ايه رايك في الكومنتات، الفيديو عجبك ولا لا.